السلام عليكم، ازيكم يا حلوين. بصوا، عايزه اكلمكم دلوقتي عن الغسول التحفه ده. تحفه طبعا بالسلب مش بالايجاب. الغسول ده يا جماعه واخد ضجه فظيعه فظيعه، مش عارفه على ايه هو والازرق بتاعه. الازرق جبته قبل كده واديله 2 من 10. تقيل كده برده، ورغوته صعبه انك تطلعي رغوه منه وتغسلي وشك بيه. وبعد كده بيغيب جدا جدا على ما بينزل. ده نفس برده الحته دي فيه، ان بغسله مثلا باجي احطه على بشرتي. اولا ما بيرغيش، دي اول حاجه. تاني حاجه بعد ما بحطه واجي اشطف وشي، الاقيه صعب جدا جدا. فبفضل ان انا اعمل احتكاك في وشي كتير عشان انزله. فبالنسبه لي بشرتي دهنيه حساسه، ما بتحبش ان انا افضل احك فيها كده كتير، لا مش عايزه كده خالص. فبالنسبه لي طبعا ما بيدينيش رغوه، ما بينزل بصعوبه من على البشره، صعب جدا جدا في التعامل. هو نفسه تقيل جدا جدا، شبه الفازلين كده تقيل. تاني حاجه بيقول لك ان هو بالساليسيليك اسيد بيضايق المسام وكده. وكمان بيقول لك عليه وايتنينج، ولا بيفتح ولا اي حاجه خالص. اهو وايتنينج مش بيفتح خالص، زي ولا شفت منه اي تفتيح. فهو بالنسبه لي صعب جدا جدا في التعامل. عمري ما هشتريه تاني ابدا، اللي هو ولا الازرق بتاعه اللي هو اخوه خالص. طبعا شفت عليه ريفيوهات كتير قوي، بس انا عشان طبعا الانسان طبعا نمرود زي ما قلت لكم، فانا رحت اشتريته برده. كان ب 200 جنيه الكميه دي، 200 مللي. وطبعا زي ما البنات قالوا بعد ما بيجيبوه بيقلبوه شاور جل. فانا برده هعمل زيه، مش هرميه طبعا، هستعمله كشاور جل. لكن على بشرتي تاني ابدا لا، ما شفتش منه اي نتيجه خالص. حاولي ما تجيبوهوش، يعني لو انت ما تاثرتيش بكلام حد. انا برضو اتاثرت يعني، فاضطريت اشتريه. وعشان برضو انا بجرب لكم كتير عشان اقول لكم ايه رايي في المنتجات وكده. فانا رايي ما تشتريهوش خالص، مش هيعمل لك اي حاجه، ولا هيفتح، ولا هيضيق بسمات، ولا هينور بشرتك زي ما بيقولوا. وكمان صعب جدا جدا في التعامل، زي ما قلت لكم بينزل بصعوبه جدا جدا من على البشره. ورخم يعني، بجد رخم. اول مره اشوف، يعني شفت ناس رخمه، لكن انا اشوف غسول رخم اول مره اشوف اهو. ده الغسول الرخم ده. يا رب تكونوا استفدتوا يا حلوين. يلا مع السلامه.